السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم رح نعمل مع بعض أكلة اسمها البخاري. هون مثل ما عم تشوفوا قطعنا البصل شرحات رفيعة وقليناه مع زيت نباتي على نار عالية، بنضل بنقلب فيه لما يدبل وبعد هيك بنشيله بنحطه على جنب. بعدين رح اخذ راس بصل كبير وافرمه ناعم وانزله على نفس الزيت واقلبه. وبعد هيك رح نبلش ننزل عليه المطيبات. ورق غار مثل ما عم تشوفوا 3-4 ورقات، وحبتين حبتين لومي، واللي عيدان القرفة، معلقة كمون مطحون، معلقة فلفل أسود، نص معلقة كركم، وتقريبا معلقتين بهارات مشكلة. طبعا رح نخلطهم مع بعض لحتى يدبل البصل معنا أكتر وتطلع ريحة البهارات. هون أنا بكون غسلت الدجاج وصفيته، رح أنزله على الخليط هذا لحتى الدجاج ياخد من النكهة. هون العملية رح تكون مجرد إنه تشويح مو أكتر. رشيت برضو هون كركم وشوية فلفل أسود وبابريكا حلوة على الدجاج، وهون بقلبهم بس لياخدوا على الجهتين من هون ومن هون ياخدوا النكهة. وهلأ على الخلاط ضربت 3 حبات طماطم، قشرتهم وضربتهم مع معلقة صلصة كبيرة ونزلتها على الدجاج مثل ما عم تشوفوا. بنقلبهم شوي بس يعني دقيقتين 3 تغلي عليهم هيك المرقة. وهلأ كمشة زبيب بإيدي هيك حطيتها معاهم حتى يطلع بالرز. وبعدين حطينا المرق المناسب للدجاج اللي بدنا نسلق فيه الدجاج، وحطينا الملح. هون هو عم يسلق الدجاج بنزل فيه شوية جزر من اللي قليناهم، وبنغطي عليه وبنخليه يستوي معنا. نقعت كوب زبيب غسلته ونقعته لحتى نستخدمه بعدين. وهنا حطيت معلقة صلصة، نص معلقة كركم، نص معلقة بهارات مشكلة، وزيت زيتون، وخلطتهم لحتى أدهن فيهم الدجاج. هلأ استوى الدجاج معي طلعته على جنب، وناقع معي أنا هون رز بسمتي لمدة نص ساعة نزلته بالمرق. وهاي الدجاج هون أنا دهنته بالخلطة اللي عملناها، نزلته تحت الشواية. الرز طبعا تركناه على نار عالية لبين ما تبلش تنشف ميته. قليت الزبيب اللي أنا كنت نقعته بعصره شوي بقليه، وهون بخلطه مع الجزر. هون باخد كمية من اللي خلطهم زبيب وجزر بعد ما تتنشف المي معي، لسه بيكون في مي يعني ما خلصت. بحطهم على الوجه مثل ما عم تشوفوا. برجع بغطي الطنجرة لمدة ربع ساعة على نار هادية لبين ما يستوي معي الرز تماما. وهيك بتكون الأكلة جهزت معانا. خطواتها كتيرة لكن صراحة أكلة يعني طيبة وبتستاهل التعب. بتمنى إنكم تجربوها وتقولوا لي شو رأيكم. يعطيكم ألف عافية.